يلا بينا مع بعض نشوف طريقة الكفتة الجميلة دي بطريقة سهلة وطريقة بسيطة. دي عبارة عن وراك مخلية أو صدور مخلية ممكن نجيبها. وده عبارة عن بقدونس وبصل وثوم وفلفل حار. بحط الفراخ المتقطعة وعليها الثوم، حوالي فصين من الثوم، وده كيلو من الفراخ. وبحط عليها بصلة كاملة، وبحط عليها فلفل حار، وبحط عليها شوية من البقدونس مع شوية من الشبت. ببدأ إن أنا أحط عليها البهارات اللي هي عبارة عن الكمون وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وبابريكا وكمان شوية من المستردة. ببدأ إن أنا أضرب ده كله في كبة أو في محضرة الطعام، وببدأ بعد كده أسيبها في التلاجة نص ساعة بس لحد ما تبدأ إن هي تجمد شوية. بحضر الأسياخ الخشبية وببدأ إن أنا أصبع عليها الكفتة. لما أجي أصبع الكفتة ببدأ أعمل فيها أماكن كده مضغوطة لجوه عشان خاطر تبدأ تمسك على السيخ. وممكن أبل شوية إيدي بمية البصل أو بمية عادية حتى، وببدأ إن أنا أضغطها بالمنظر ده. بكون محضرة الشواية بتاعتي أو الجريل اللي بيكون ساخن جدا، وببدأ أحط عليه الفراخ. أول ما بحس إن اللون بتاعها بدأ يتغير من تحت، بدأ إن أنا أقلبها على الجنب التاني لحد ما تطلع معايا بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. إيه رأيكم بقى؟ في منتهى الجمال شكلها وطعمها. عايزة أقول لكم لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها لأولادكم. سهلة وبسيطة وجميلة جدا وسهلة الهضم، وشهية، وتقدري تعمليها في العزومات، تقدري تعمليها في الغداء لأولادك كلها. وزي ما انتم شايفين طالعة طرية جدا من جوه، وفي نفس الوقت من بره واخدة الكفتة المشوية الجميلة بالشكل الجميل واللمعة. يا رب تنال إعجابكم الكفتة بتاعت النهاردة وجربوها مع طبق بقى سلطة كده وشوية رز، 4 معالق رز للناس اللي بيعملوا دايت. هيبقى في منتهى الجمال. الرز من الحاجات اللي ما فيهاش جلوتين، ما بيش بيتخن قوي، وخاصة لما يكون بدون زيوت او زيوت بسيطة جدا، حوالي معلقة صغيرة من الزيت مع قطعتين من الكفتة دي مع طبق من السلطة. هتبقى شهية جدا، وجبة سهلة وبسيطة نقدر نعملها ونصبعها ونحطها في الفريزر ونطلعها عند اللزوم. على طول بنطلعها من الفريزر على الشواية على طول. تبقى في منتهى الجمال إن شاء الله. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم. أقابلكم الفيديو الجاي إن شاء الله على خير. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.